مساء الخير، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده نوع من المكرونه جديد. اتمنى ان هو يعجبكم. جربيه معايا وقولي لي ايه رايك. ان شاء الله هيعجبك. تجديد لسفرتنا وتجديد لاكلاتنا. مكرونه دي تعتبر مكرونه هسميها المكرونه المحشيه. هنحشي المكرونه بطريقه سهله وبسيطه قوي. نشوف بقى عملناها ازاي مع بعض. اول حاجه انا عندي هنا طاسه على النار، حاطه فيها كميه من الماده الدهنيه سواء زيت او سمن. حطيت فيها بصلة متوسطة، شوحتها تشويحة خفيفة. بعد كده نزلت بجزراية مبشورة، برضه هشوحها تشويحة خفيفة. بعد كده انزل عليها بفلفل، سواء عايزة فلفل حامي سواء عايزة فلفل رومي ما يكونش حراق. بعد كده بنزل عليه بمشروم. انا مقطعه المشروم قطع صغيرة علشان اقدر احشيبه المكرونة. بعد كده ملح، فلفل اسود، بهارات السبعة، وواحدة من مكعب مرقة الخضروات. هقلب كل الحاجات دي مع بعضيها، وبعد كده انزل بعصير الطماطم واسيبها تتسبك على نار هادية. مهم ان انتي تسبكي الخضار بتاعك على نار هادية، بيبقى طعمه احلى. بعد ما يتسبك معايا بجيب عندي هنا كوباية وعندي كيس حلواني، هحطه فيه الكوباية علشان اقدر احط فيه العصاج بتاعي بسهولة. طبعا كان ممكن استبدل المشروم بلحمة مفرومة، بفراخ، بأي حاجة موجودة عندك يعني. دي حاجة بقى بترجع لك انتي. بعد كده الصينية بتاعتي بدهنها بمادة دهنية، واجيب المكرونة. ده كيس المكرونة شكله عشان لو هتجيبيه بيبقى موجود في السوبر ماركت الكبير. هبتدي ارص المكرونة بتاعتي في الصينية. أكلة فعلا حلوة جدا جدا جدا، يعني أتمنى تجربيها إن شاء الله تعجبك. بعد كده بجيب الكيس بتاعي وابتدي أحط العصاج أو الحشوة في داخل كل واحدة. عشان كده أنا حطيتها في كيس عشان أقدر أتحكم فيها كويس وأحطها بطريقة كويسة، ما تتدلدقش مني حواليها ويبقى شكلها مش ظريف. بعد كده بجيب مية مغلية واحطها في الصينية. في الوقت ده انا مسخنة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180. اغطي الصينية كويس، مهم ان انت تغطي الصينية عشان تستوي وتحطيها في الفرن. وده شكلها بعد ما طلعت. اتمنى ان هي تعجبكم واشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله.